قدم داني اولمو برشلونه حرفيا بتسرق فوز، مش هقول لك صعب ولا هو سهل عشان احنا شايطين يجي 700 كره على الجول لولا تالق حارس ريال مايوركا اللي حرفيا لو لولا كانت المباراه دي خلصت بجد يجي 10 12. ما تتكلمش في ارقام، حرفيا ولا شايل كميه كور، بل ممكن لو مايوركا كانت اتعادلت طبعا كان هو هياخد نجم الماتش باستحقاق كبير قوي. يعني هو بدري اللي خدها، لكن الراجل عامل اداء غير طبيعي في مباراه كانت بقول لك يعتبر سهله، لكن في الاخر وفي الاول داني اولمو بالراجل اللي انا بقول لك لو لولا داني اولمو ده بيتصاب كان بقى لاعب اسطوري او تاريخي، حرفيا بيجيب اجوان في اوقات حاسمه بتنقذ لك ماتشات زي النهارده 3 نقط ما شاء الله جبناهم بالمستريح كده في ظل طبعا مطالبات وصياح ريالاو مدريدي قوي، يعني اللي هو طبعا عايزين الجون، وانا مش عارف ازاي في لسه حد بيعترض على اجوان بيكون فيها تسلل. يعني يا اسطى اصل التسلل ده يا ريته حتى حاجه تقديريه، ده فار وكمبيوتر، وبعد كده يقول لك التسلل الالي والنص الي، حاجات عمرها ما هتتحسب غلط، اصل ده كمبيوتر. فما تجيش تقول لي ده شفت الجون ده وجون ريال مايوركا عملناه لك بال 700 حته تسلل ما فيهاش حاجه. انت عارف انا ممكن اتناقش معاك رغم ان هي ما فيهاش نقاش في ضربه الجزاء اللي هم طالبوا بيها في الدقيقه 94، اللي هو الولد حط ايده بس عليه كده في امويه. انت ممكن تقول لي ده من وجهه نظرك عشان انت ريال مدريد تقول لي ضربه جزاء، اقول لك انا لا مش ضربه جزاء، ما تستاهلش، ما فيهاش الدفعه اللي هي تخلي الواد يموت، يعني ده بل هو اللي رامي جسمه على ايريك جارسيا. نتفاهم ونتناقش عادي، لكن تسلل وتقول لي ده الحكم والفار ظالميني دي ما فيهاش كلام. جول بتاع ريال مايوركا في الشوط الثاني الاولاني الدقيقه 44 تسلل واضح 100% بسبب خط الكمبيوتر. برشلونه بقى عموما لعبت مباراه من احلى مبارياتها في ظل غياب القوام الاساسي. انت النهارده بتلعب بانسو فاتي، اللاعب اللي انا مش عايز احكم عليه وحش، اي نعم هو مش هيشم الكره تاني لمده 3 اسابيع بعد الماتش. الشوط الثاني اللي عمله والشوط الاولاني هو كان ظاهر بالنسبه لغيابه 6 شهور اول مره يلعب اساسي، فحلو اللي هو قدامه النهارده ده. لكن الشوط الاولاني انت ضيعت كميه كور، واللي اموت وخلي حد يقعد مع فران توريس يقول له انت يا اسطى هتبقى المهاجم الاساسي في ظل غياب ليفاندوسكي، فالعب جماعه بوس ايدك، ما تبصش على ارقام انك عايز تجيب اجوان والكلام ده عشان تحاول تلم مع الثلاثي اللي هو كان رافينا ولامين يامال وليفاندوسكي، فانت هتحط مكان ليفاندوسكي فساعد الفريق وما تساعدش نفسك. طبعا لامين يامال النهارده خارج زعلان بسبب الكوره اللي ضيعها في هانز فليك غيره، كان عنده حق هانز فليك عشان الراجل الكوره زي دي كانت ممكن ترتد علينا احنا بجون، خسرنا نقطتين وريال مدريد كسبت نقطتين. ففي الاول وفي الاخر المباراه الحمد لله ان هي خلصت بالنتيجه دي وعرفت تسرق الثلاث